السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. نلتقي اليوم في مجال الإبداع ومجال العمل الروائي المغربي الذي نشتاق دائما إلى قراءته باعتباره مكون ثقافي مهم جدا، بحيث أننا أحيانا ما نلصق أمام أعمال روائية عربية أو عالمية، لكننا ننسى أو نتناسى بأن هناك أدب مغربي يستحق القراءة، وأدب مغربي من الروعة بما كان، بحيث أنه مجاله الفني والجمالي والروعة في الكتابة طبعا يستحق أن نبحث وأن نستمتع ونقرأ ونستفيد من أدبنا الجميل والرائع، والذي هو امتداد لتراثنا، امتداد لثقافتنا، امتداد لحضارتنا، هو امتداد للمكون والعنصر المغربي الذي هو رقم صعب في المعادلة الثقافية العربية. بكل تأكيد في هذه الفقرة سأقدم لكم 3 أعمال روائية مغربية رائعة وجميلة تستحق منا القراءة، وتستحق أن نبحث وأن نحاول أن نجمل أنفسنا ونبحث عن ذلك الدفء الإنساني والجمالي داخل الرواية المغربية. فالرواية الأولى هي معزوفة الأرنب لمحمد الهرادي. هذا العمل الروائي طبعا يستحق القراءة والاهتمام نظرا لأهميته، فهي فانتازية جميلة تعود بنا إلى طفولة معينة قبل الاستقلال، بحيث أن العنصر المغربي الفاعل والمتطور والذي طبعا ينسجم مع جميع الأحداث، سواء كانت أحداث تهم وطنه أو أحداث تهم قضايا أخرى، بحيث أنه تجد دائما إيجابية فانتازية جميلة جدا نعود بها إلى فترة الاستقلال، إلى فترة الحماية، بحيث كيف يتصرف إدريس والأبطال الآخرون مع الأحداث المتواترة التي ميزت تلك الفترة، لنعود بعمل روائي منسجم وجميل ورائع إلى غير ذلك. العمل الروائي الثاني هو وتحمل حيرتي وظنوني لسعيد بنقراض. هذا العمل طبعا هو يمكن أن نسميه سيرة ذاتية، ويمكن أن نقحمه داخل العمل الروائي، فهي أفكار جميلة جدا تتحدث عن الماضي، تتحدث عن المستقبل، تتحدث عن ما نعيشه اليوم، بحيث أننا كيف نجعل من أحداث الماضي كيف نبلورها من خلال عملنا ومن خلال ذلك الإرث وذلك ما نحمله في دواخلنا من إرث الماضي إلى عمل يتبلور إلى أعمال في المستقبل، بحيث أن الإنسان مرتبط بماضيه ومرتبط كذلك بما يفعله اليوم في المستقبل وما يحققه في المستقبل، وهي عملية الانتماء، عملية الانتماء إلى هذا الوطن، عملية الانتماء إلى الذات، عملية الانتماء إلى التراث، إلى تمغربيت، عملية الانتماء إلى الحضارة المغربية القديمة، بحيث نتوارث كل ما نراه لنبلوره في عمل متجدد وعمل إنساني دائما يعطي الدفء للفعل المغربي والفعل الإنسان المغربي عموما. فهي أفكار جميلة ورائعة من سعيد بنقراض في هذا العمل الروائي. العمل الثالث حتى لا أطيل عليكم وهو حرب القوم، وهي طبعا حرب في مخيلة الكثير، طبعا الذي يستحضر فيها حضور العنصر المغربي من خلال حروبه طبعا حول القيم الإنسانية في العالم، وأنه اتهم أحيانا بأعمال مثلا تسيء، لكن هذه الاتهامات باطلة، بحيث أن العنصر المغربي دائما فاعل في أي عملية سواء كانت في حرب أو كانت في سلام، فهو عنصر إيجابي وعنصر قدم شيء الكثير وتضحيات كثيرة، وخصوصا حينما أنقذوا تلك العائلة اليهودية من حرب كانت ستكون نهاية تلك العائلة وأعادوها إلى مدينة وجدة في عمل إنساني. لم يروا لا أديان ولا أي شيء، فالعمل الإنساني هو الذي كان يحركهم، وبالتالي نخرج بعمل روائي منسجم وجميل جدا لمحمد العزوزي، حرب القوم. بكل تأكيد شكرا على انتباهكم. أتمنى من خلال هذه الأعمال الروائية أن أكون قد نجحت في ترشيح بعض الأعمال، وأنا لا أريد أن أسرد القصص حتى أترك لكم متعة القراءة ومتعة التشويق في هذه الأعمال الروائية. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله. السلام.